تخيل عالم كامل، ناس عايشين وسطنا، شكلهم زينا، بس عندهم قوة تهد جبال. البشر خايفين منهم، والحكومة عايزة تسجنهم زي المجرمين، وهم منقسمين نصين، نص عايز يتعايش بسلام، ونص شايف إن الحل الوحيد هو إن المتحولين يحكموا الكوكب. النهاردة في كرتونة فشار هنفتح ملف أول فيلم جمعهم كلهم، الفيلم اللي بدأ عالم الإكس مان السينمائي. أهلا بيكم في ملخص فيلم إكس مان سنة 2000. بس المرة دي مش ملخص عادي، إحنا هنفصص الفيلم حتة حتة لحد ما نطلع منه كل نقطة دم. جاهزين؟ يلا بينا. الفيلم بيبدأ بينا في مكان ما حدش يحب يفتكره، بولندا 1944، معسكرات النازي. بنشوف طفل صغير اسمه إريك لينشر بيتشد من أهله وهو داخل المعسكر. الجنود بيقفلوا البوابة الحديد الضخمة قدامه، وهنا بتحصل أول لحظة تحول في حياته. إريك بيمد إيده ناحية البوابة وهو بيصرخ، وفجأة البوابة المعدن كلها بتتطبق وتتعوج كأنها ورقة. الجنود بيضربوه على دماغه ويوقعوه. المشهد ده في 10 ثواني فهمنا كل حاجة عن شخصية ماجنيتو بعد كده: الألم، الخوف من إن المختلف يتسجن، والقناعة إن البشر العاديين هيفضلوا دايما خايفين منهم. الراجل ده اتولد جواه كره للبشر من اليوم ده. خد بالك من النقطة دي عشان هنرجع لها. نط 60 سنة لقدام، بنلاقي السيناتور روبرت كيلي واقف في الكونجرس بيقول إن المتحولين خطر ولازم يتعمل لهم قانون تسجيل إجباري، يعني أي حد عنده قوة خارقة لازم الحكومة تعرف مكانه وشغله وبصمته. وسط الحضور قاعد راجل أقرع بكرسي متحرك بيتفرج بهدوء. أيوة، هو تشارلز إكسيفير، بروفيسور إكس. جنبه واقفة واحدة اسمها جين جراي بتحاول تقنع الكونجرس إن التسجيل ده بداية التمييز والعنصرية. بس السيناتور كيفي بيرد بجملة مهمة جدا: البنت اللي بتدخل من الحيطة في أوضة بنات المدرسة ده خصوصية ولا تهديد؟ هنا الفيلم بيحطك في النص، أنت مع مين؟ مع الخوف الطبيعي للبشر ولا مع حق المتحولين يعيشوا أحرار؟ في نفس الوقت في كندا بنتعرف على بطلنا التاني، واحد دخل حلبة مصارعة في قفص بيتدرب ويكسب فلوس، اسمه لوغان، بس الناس بتقوله وولفرين. الراجل ده عنده ميزتين: أولاً جسمه بيشفى من أي جرح في ثواني، وثانياً عنده 6 مخالب معدن بتطلع من بين صوابعه. بعد ما يكسب الماتش بيقابل بنت صغيرة في بار اسمها ماري، بس اسمها الحركي روج. البنت دي عندها لعنة، أي حد تلمسه بتسحب منه قوة الحياة بتاعته وممكن تموته، وبتمتص قدراته كمان. الاتنين دول ملهمش مكان في العالم. وولفرين مش فاكر ماضيه، وروج هربانة من بيتها بعد ما كانت هتموت حبيبها ببوسة. بيتفقوا يسافروا سوا، وهنا بيظهر أول تهديد: واحد اسمه سيبرتوث بيهجم عليهم في الطريق. كان هيقتلهم لولا ظهور 2: سايكلوبس اللي بيضرب ليزر من عينه، وستورم اللي بتتحكم في الطقس. بينقذوهم وبياخدوهم على مدرسة غريبة في نيويورك. بروفيسور إكس عنده مدرسة اسمها معهد إكس للشباب الموهوبين، بس الحقيقة دي مش مدرسة عادية، دي ملجأ لكل متحول خايف أو منبوذ. تشارلز إكس عنده أقوى عقل في العالم، بيقدر يقرأ أفكار أي حد ويدخل دماغه. بيشرح للوغان إن في جهاز في البدروم اسمه سيريبرو، الجهاز ده بيكبر قوة تشارلز 1000 مرة ويخليه يوصل لعقل أي متحول على الكوكب. وبنبدأ نتعرف على الفريق: سايكلوبس سكوت سامرز، القائد الميداني، لابس نظارة كوارتز عشان تمنع أشعة الليزر اللي بتطلع من عينه 24 ساعة. جين جراي، دكتورة وعندها قوة تحريك عقلي وتخاطر، وهي حبيبة سكوت. ستورم أورورو مونرو، بتتحكم في الطقس، برق، مطر، رياح، كل حاجة. تشارلز بيقول للوغان إن هيكله العظمي كله معدن مش طبيعي، ومحدش عارف مين عمل فيه كده. اللغز ده هيفضل ماشي معانا. نرجع للراجل اللي شفناه طفل في أول الفيلم، إريك لينشر. كبر وبقى ماجنيتو. الراجل ده بيتحكم في أي معدن في الدنيا، وفاهم إن قانون التسجين ده هو أول خطوة من البشر عشان يحطوهم في معسكرات تاني زي ما حصل معاه. فريق ماجنيتو: سايبر توث، وحش بنيابه ومخالبه، وهو نسخة شريرة من وولفرين. تود، لسانه طويل وبيتنطط زي الضفدع. ميستيك،
بتقدر تتشكل على شكل أي حد، جاسوسة مثالية. خطة ماجنيتو إيه؟ مش إنه يحارب البشر، لا، أذكى من كده. هو بنى آلة غريبة في تمثال الحرية. الآلة دي بتطلع إشعاع يحول البشر العاديين لمتحولين بالعافية. بيقول لو كلهم بقوا زينا مش هيبقى في خوف مننا. بس في مشكلة، الآلة دي بتستنزف قوة اللي مشغلها لحد الموت. فماجنيتو عايز يخطف روج عشان هي بتقدر تمتص القوة، فهيمتص قوتها ويخليها هي اللي تشغل الآلة وتموت بدل منه. ميستيك بتتنكر على شكل بوبي، الشاب اللي روج معجبة بيه في المدرسة، وبتقنعها إن تشارلز زعلان منها وعايزها تمشي. روج بتصدق وتهرب. وولفرين بيحس بالذنب وبيطلع وراها. في محطة القطر ماجنيتو بيهجم عليهم، بيشيل حركة وولفرين بالمعدن اللي في جسمه، ودي أول مرة نكتشف إن معدن جسم لوجان هو نقطة ضعفه قدام ماجنيتو. بيخطف روج وبيختفي. تشارلز بيستخدم سيريبرو عشان يلاقي روج، بس ميستيك كانت بوظت الجهاز. تشارلز بيدخل غيبوبة. قبل ما يغمى عليه بيقول لجين مكان ماجنيتو: جزيرة الحرية. سكوت وستورم وجين ولوجان بيلبسوا البدلة السوداء بتاعة الإكس مان وبيطلعوا على تمثال الحرية ينقذوا روج قبل ما القمة بتاعة زعماء العالم تبدأ، لأن ماجنيتو عايز يحول كل الزعماء دول لمتحولين قدام العالم كله. هنا بقى الفيلم بيولع. الفريق بيقتحم تمثال الحرية، كل واحد بياخد الخصم بتاعه. سايكلوبس ضد سايبرتوث، ليزر ضد قوة وحشية، ستورم ضد توت بتضربه بصاعقة وبتوقعه من فوق، جين بتحاول توقف الآلة بعقلها، وولفرين بيوصل لماجنيتو وبيحصل بينهم الفايت اللي كلنا مستنينه. ماجنيتو بيشيله تاني بالمعدن اللي في جسمه وبيعلقه في الحيطة، بيقول له جملة عظيمة: انت تعملت سلاح يا لوجان، بس انت مش فاكر. بس سايكلوبس بيضرب ماجنيتو بليزر من عينه وبيوقعه. وولفرين بيحرر نفسه وبيدمر الآلة بمخالبه، بينقذ روج في آخر لحظة وبيديها من قوة الشفاء بتاعته عشان تعيش. الحكومة بتهجم بس الإكس مان بيهربوا، وروج وولفرين رجعوا المدرسة، بقوا عيلة. ماجنيتو بيتقبض عليه وبيتحط في سجن بلاستيك بالكامل عشان ما فيهوش ذرة معدن واحدة يقدر يتحكم فيها. عبقري. تشارلز بيروح يزوره في السجن وبيحصل بينهم حوار هو قلب الفيلم كله. ماجنيتو بيقول له: الحرب لسه هتبدأ يا تشارلز، وهم اللي بدأوها. تشارلز بيرد: أنا دايما هبقى موجود عشان أحاربك يا صديقي القديم. وولفرين بيقرر يسيب المدرسة مؤقتا عشان يدور على ماضيه في مكان اسمه بحيرة الكالي، المكان اللي اتعملت فيه التجربة عليه. والفيلم بيخلص على الجملة دي: هل البشر والمتحولين هيقدروا يعيشوا سوا في سلام؟ الزمن هو اللي هيجاوب. وكده يا صحاب كرتونة فشار نكون خلصنا تفصيص أول فيلم إكس مان بالحتة. قولولي في الكومنتات، أنت فريق مين؟ فريق تشارلز اللي عايز سلام، ولا فريق ماجنيتو اللي شايف إن البقاء للأقوى؟ ولو عجبك الشرح بالتفصيل ده اعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل واحد بيحب عالم مارفن. وما تنساش تدوس زرار الاشتراك وتفعل الجرس عشان الملخص الجاي هيكون فيلم X2 واللي فيه وولفرين هيعرف مين اللي عمل فيه كده. أنا كنت معاكم من كرتونة فشار، وسلام.